الموت كاينه، وخاص انسان يشوف ذات اللي بينهم والله تبارك وتعالى، ويدعم المسكين ويدعم المواطن ويدعم العامل ويدعم اللي هو يدعمه. هكذا غيب القدر المناضل والنقابي الكبير أحمد الدية. رحل الرجل لكنه ترك سجلا حافلا بالنضال الحقوقي والدفاع عن الفئات الهشة والمحتاجة. ترجل الرجل الذي أصبح حديث العامة والخاص بعد أن شارك قيد حياته في العديد من الوقفات النضالية دفاعا عن حقوق العمال بشكل عام والشقيلة في فوس بكراع بشكل خاص. جال العالم صادحا بأعلى صوته دفاعا عن حقوق العمال الصحراويين الموروثة عن الحقبة الاستعمارية الإسبانية. أحمد الدية من مواليد 1948 بمدينة العيون، أبا ل10 أبناء 7 ذكور و3 إناث. انخرط في العمل النقابي وذلك في عام 80 900 وألف من خلال الكونفدرالية النقابية للعمال الصحراويين، كما أنه مثل عمال فوس بكراع باسم الاتحاد العام للشغيلين بالمغرب قبل أن يحال على التقاعد عام 2005، حاملا معه هموم ومطالب عمال ومتقاعدي فوس بكراع، مدافعا عن حقوقهم المكتسبة أمام إدارة الشركة في فوس بكراع، كما كان مدافعا عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية لكافة الفئات المهمشة والمحرومة من خلال تنسيقية كديميزيك للحراك السلمي. جال العديد من دول العالم. أراهم مطرح في بريطانيا، أراهم مطرح في أمريكا، أراهم مطرح في أستراليا، أراهم مطرح في ألمانيا، أراهم مطرح في إسبانيا، أراهم مطرح في فرنسا، أراهم مطرح في بلجيكا، أراهم مطرح في هولندا، أراهم مطرح في أمريكا اللاتينية. ظل حاضرا وبقوة في المشهد الحقوقي بالصحراء إلى أن وافته المنية، تاركا وراءه إرثا كبيرا ستحفظه له الأجيال. إنا لله وإنا إليه راجعون.